بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رماك الدهر في معشر قد اجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم فيا احباب اللہ سبحانہ وتعالی قد اقسم بالزمن والزمن هو الوقت وما هو الوقت الوقت هو الثواني والدقائق والساعات التي ينتقص بها عمرك الوقت هو السرعة التي لا يدركها إلا من هو أسرع منه وما الوقت إلا تصرفاتك أكلك وقت وشربك وقت ونومك وقت وقيامك وقت وجلوسك وقت فهذه التصرفات كلها وقتك فيا أخ الإسلام قيمة الوقت تعرف بعد انقضائها وقیمت الشیء ہی قیمت الحاجت الیہ وقیمت الشیء ہی قیمت الحاجت الیہ فتراب شبر من الساحل هو في نظر الغریق اثمن من جمیع ذهب الارض فیا اخ الاسلام الوقت كالثلج ان لم تستثمره سيذوب فتتجرع من الماء الساخن فلا يبقى إلا التجشم فيا إخوان الوقت كالضيف الكريم إن لم تكرم فهو يذهب فتبقى بصفة البخل والناس يقول لك البخيل الوقت ثروة إن لم تجمعها فتصبح فقيرا محتاجا سائلا تسأل الناس وتتكفف بين الناس وهم يردونك صفر الأيدي فلا يبقى عندك إلا دفع الناس إياك وزجرهم فيا أخانا العظماء والكبار من هم؟ العظماء والكبار هم الذين جعلوا الوقت تحت سطوتهم فتزينوا وزينوا الناس وانتفعوا ونفعوا الناس فيا أخ الكريم الرجل العظيم من هو؟ الرجل العظيم الذي ينسج من الوقت أردية الفضيلة والكرامة فهو يغطي الناس تحت ردائه وما أعظم وأسعد فتى قضى وقته في جد واجتهاد ومثابرة فيا أخانا الفتى الذي قضى وقته في الجد والاجتهاد والمثابرة فما ترك من الوقت ولو دقيقة إلا وقد زينها بعمل عظيم وأما الضائعون فلا يمضي وقتهم إلا في قيل وقال وكثرة التجوال فيا أحباب كما تعرفون الوقت يمر بسرعته ولا ينتظر أحدا والساعة التي انفلتت من يدك لن تعود ولو هنيهة فكل أحد يمضي عليه الوقت فبعضهم يبددونه ويضيعونه وبعضهم يجعلونه ثمينا فيا إخوان الوقت يصرخ في أذنيك ويقول أنا ضيفك الكريم فأكرمني ويقول الوقت أنا ثروة فاجمعني وانتفع بي وإلا فتصبح فقيرا وسائلا ويا أخي جرب حظك في سبيل أن ينال إعجابك الوقت يا أخي هذا الوقت الذي منحك الله تعالى لكي تتفكر في مصنوعاته وآياته كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یا ناسیا قدر الوقت حتی ما تجعل الوقت ضد مجہول فی تصرفاتک اما آن لک ان تفہم انقلاب اللیل والنہار بسرعۃ فائقہ وکم اتمنى لو فہمت هذا القول اغتنم فراغک قبل شغلک ویا بارک اللہ فیک لا تمل ولا تسأم وکن مجدا فی صرف الوقت فی الاعمال الصالحہ والحسنات ولا یغرنک الشیطان فی تعدید الوقت ورجوعہ فإن عود الوقت ورجوعہ امر مستحیل کما مرور الابل من سم الخیاط الا باذن اللہ واللہ یا اخی لو صرفت هذا الوقت لفوزک ونجاحک فی الدنیا والآخرہ لفزت ونجحت فیا اخوان ولو صرفته بالعکس ولا تلومن الا نفسک لأن الوقت مامور من قبل اللہ تعالی فحاول ان تصرف الوقت كما حقه لئلا يفوتك الأوان وحاسب نفسك دقيقة ولا تنسى المحاسبة على مصرف الوقت وأخيرا أقول أضيع الأمم أمة يختلف أبناؤها فكيف بمن يختلف حتى في كيف يختلفون ويا غاضبا من صروف القضاء بنفسك تعنف لا بالقدر ویا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر یا اخوان الندامت علی الفائت تضییع وقت انسان والحیات کالبصلۃ قشرۃ بعد قشرۃ وليس وراء ذلك غیر الدموع وإذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.